بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الكلام نحمد ربنا حمدا كثيرا وفيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة ربنا اداها لنا، الحمد لله والشكر لله والصلاة على نبينا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله. كل سنة وانتم طيبين. صلصة بنسبكها، سمنة ذبحناها اهي، سمنة بليمون حضرناها. تعالوا شوفوا بقى هنعمل ايه ان شاء الله خطوة بخطوة كده. هي البطة مقطعة، نبدأ بقى نقطعها كده. مش عايزة تحط التتبيلة جوهرها كده صلصة يعني طماطم وفرمناها واتسبكت. بسم الله ما شاء الله. معلقة سمنة ذبحناها وهنحط عليها البصل بتاع المحشي، بصلتين كبار كده كده نسلق الورق. معلقة زيت، ليموناية في قلب المية يا دوبك بس تغطيسها ونطلعها على طول. طبعا كده هو بدأ ايه ما بحبوش يتحمر، هو يا دوبك بس يا دوبك يدبل بالمعلقة السمنة كده يدبل بس، وبعدين ما بحبوش احطه في الصلصة وهو والصلصة تسوي دي لوحده ودي لوحده. الصلصة تتسبك لوحدها والبصلية تتلمع كده في الشتاء. بص في الصيف. في الشتاء ممكن تدعك البصلية ديت بقطعة ملح، كده بفلفل اسمر بكمون كده. البطايات بدأت لازم ايه تاخد تحميرة كده وتشويحة، كل دي لسه هي بعد ما تتشوح كده لها خطوة بعد كده. معانا تفيصة دقيقة واحدة بتقلبيها على الوش التاني ودقيقة واحدة وتطلعي بقى كده. البصلية هي بدأت يعني اهي، بقول لكم مش هتحمر، بدأت تتشوح اهي على ما نحضر بقى ايه خلطة المحشي. طبعا الصلصة هي هناخد منها بقدونس وكزبرة وشبت وتخرط تخريط زي ما انتم شايفين كده، بقدونس وكزبرة وشبت، خضار مشكل. طبعا الرز اتغسل، نحط عليه البصلايه بتلم معايا زي ما قلت كده ما حمرتهاش. تبقى ايه ريحي دبلت بس. شوفي كده. ايوه صلصه بس على ما نشوف اللفه هتعوز ولا لا. بهارات فلفل اسمر، خضار مشكل. تاكل ايه؟ ايوه 11 بهار، فلفل اسمر، كزبره ناشفه، كمون. الحبه اللي تحط فيه حطيها. هتلف بقى كده بقى التشويحه اهي. طيب بقى تشويحه كده اهي. بصوا هتضايق بعد ما تاخد التشويحه كده حلوه كده سمنتها ونزلت كل اهو. بقى ضيفين عليها شويه بصل بالفلفل كده برضو ايه ياخد تشويحه كده، تاخد ريحه البصل كده اهو.
بقى محضرين لها قاعدة مية مغلية عشان نضيفه لها، بس لازم بالبصلة كده نوع التشويحة ديت بتخلي لها ايه ريحتها حلوة، مع البهارات الشوربة، اللوري، الحبهان، المستكة، جوز الطيبة، البهارات اللي انت حباها تحطيها، عود قرفة بالنظام ده. من بعد بصل اهو بالفلفل، تاخد ايه تشويحة كده مع هو بس تشويحتين كده، ونضيف لها ايه القعد بتاعها مع البهارات اللي انا قلتها لك. ضفنا بقى الميه اهيت ليها ولتين تلاتة كده. هو ابن منين؟ قلت لها ابن الابله صبري. البرنجان هو من غير فهي بقى لسه ما ردتش على البرنجان بقى، حشو البرنجان اللي انت ما تحشيش البرنجان الان، وهي حلوه يعني ايه حاجه ب4 اشهر ويجيش بسم الله ما شاء الله استوت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. يلا بقى عشان متشوقة. ارميها بمعلقة يا ماما. خلاص نعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاشي صوابع الست. ما شاء الله. تسلم ايديك يا ماما. حطيت ايديها على الحل عشان تاخد الجعر اللسع ده، بس حلو يعني من حلو. انا احلى حاجه اصلا بيبقى ميزز اللي هو في القعر ده. لها كذا اسم، احنا عن نفسنا هنا بنقول عليها القريصة، في الغامة بيقول عليها الكوبيبة، في الشرقية بيقول عليها كباب اللهم صل على النبي. لها كذا اسم، كل محافظة يعني لها كده، بس هي عبارة عن رز وخضار ولحم. وأسرع أكلة في ثانية، بصلتين كبار ومعلقتين سمن، ربع كيلو لحمة مفرومة على قد ما انت عايز. كتري في البصل عشان يديكي كميه وتعرفي ايه تاخدي يعني ما شاء الله كميه كبيره. جزرايه، فلفل اخضر واحمر، توم، فصين توم كبار كده ولا 3، وكل ده هنضيف له هنحط الملح والبهارات اللي انت حباه. حضري بقى شويه عيش كده وفتحيهم، عيش بلدي عادي، صينيه زي دي كده اهي، وهتدهنيها سمنه او زيت. الرغيف اهوت فتحناه، هنبدأ نحط فيه الحشو بالنظام ده اهوت اهو. هبدأ بقى اوزع فيه كده واحطه في الصينية وادهنه سمنة او زيت. حطيتهم في الصينية كده وادهنهم وشهم ايه سمنة، وحطيت تحتهم سمنة برضو، يا سمنة يا زيت حسب ما انت حابة وعايزة، وتحطيهم بقى ايه في الفرن 5 دقايق. عملت وجبة كاملة متكاملة، جنب سلطة، جنب خيار، جنب الفرن البلدي ما شاء الله، بس حمصه زيادة عن اللازم.
دول ودول قرماش. احلى حواوشي في ثانيه. معلقه سمنه في الطاسه وبطاطس متقطعه. هديها كده تقليبه بالمعلقه كده، تغليفه بالسمنه. وهتحط الزيت ده زي ده، لازم تحط لها معلقه الزيت عشان ما تتحركش او تتحرق منك. بعد ما اديت لها تغليفه كده بالسمنه اهي، هغطيها واسيبها دقيقه واحده بس على ما اجهز لها الدجه اللي انا هعملها. البهارات اللي احنا هنحطها كاري، كركم، كزبره، كمون، شعرة فلفل اسمر، ممكن تحط بابريكا، ملح، الخل والصويا صوص وليمون. بصوا هي بعد ما شلت الغطا لسه ممكن تستوي نص سوا كده بالنظام ده. غطى عليها ومش هيجرى لها اي حاجه، بس هي مع التقليب الايه بالراحه كده على ما تديها نص تحميره كده اهو. تقطيع سميك زي ما انت شايف. بصوا بسم الله ما شاء الله، البطاطس استوت من غير اي حاجه، من غير السمنه والزيت او الزبده. تحطوا زبده مع زيت عشان ما تشطش اهي بقى النظام ده. الصويا صوص مع البهارات اهو. سلام بقى فص ثوم مع الليمون. وهبدا بقى ايه احط الكلام ده وازيها كده نسيبها ايه لحد ما تتشرب التتبيله دي كلها. توم بودر، فصون توم تغرسيهم في نفس البتاع، هتخليها ريحتها وطعمها جميل. يا بسم الله ما شاء الله بقى على ريحه البطاطس ديت، الفص الثوم من الفرن والتتبيله الجميله ديت على ما شربتها. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. مش هقول لكم جنب بقى الحواوشي، جنب فراخ مشويه، طبق البطاطس ده ما شاء الله ولا قوه الا بالله. شوفوا ما شاء الله. بصوا البطاطسية عامله ازاي. البطاطس هتعجبكم، طعمها روعه. اشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، برعايه الله وحفظ الله. عايزه اطلعها يعني اقل من كده براحتك. عايزه تنشفيها زي ما انا منشفاها كده برضو براحتك. بسم الله ما شاء الله، طعمها وريحتها تحفه ومستويه جوسي من غير اي سوائل اهي. وما شاء الله جميله. ثاني الحمرار اللي تحت ده الصويا صوص بس هي من جوه ما شاء الله مستويه ازاي.